بسم الله الرحمن الرحيم. حل أسئلة اختيار من متعدد من كتاب الامتحان على موضوع الحياة دقائق وثواني. وطبعا بعرفك ان الموضوعات دي كلها موجودة على القناة شرح، وان شاء الله شرحها هيعجبك وعرض رائع بإذن الله تعالى. فهنبدأ دلوقتي ونحل أسئلة الاختيار من متعدد. من خلال فهمك الموضوع اختر الصواب لما يلي. نجحت تطبيقات الجاذبية الأرضية في رصد حركة النجوم، قياس الزمن، تخطي حاجز الفضاء، تقليل مخاطر الأشعة الشمسية. طبعا تطبيقات الجاذبية الأرضية نجحت في تخطي حاجز الفضاء. من طليعة الشعراء الذين ألمحوا إلى أهمية الوقت حافظ إبراهيم، أحمد شوقي، الهراوي، الرافعي. طبعا أحمد شوقي عندما قال: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. يختلف العلماء عن بعض الناس في حسن استغلالهم لوقت فراغهم، عدد ساعات نومهم، قلقهم من المستقبل، تحديهم لصعوبات الحياة. يختلف العلماء عن بعض الناس في حسن استغلالهم لوقت فراغهم. يقاس عمر الإنسان بالسنين التي عاشها على سطح الأرض، ما يقدمه من خير وعلم ينفع البشرية، اللحظات الجميلة التي مر بها، الشهرة التي يحققها في حياته. يقاس عمر الإنسان بما يقدمه من خير وعلم ينفع البشرية. كل ما يلي من فوائد التفكر والتأمل ما عدا الوصول إلى دقائق المعرفة، معرفة أخبار الكون، التعرف على قدرة الإعجاز الإلهي، معرفة كل خفايا المستقبل. طبعا كل ما يلي من فوائد التفكر والتأمل ما عدا معرفة كل خفايا المستقبل. استطاع نيوتن التوصل لقانون الجاذبية عن طريق التفكر والتأمل في الكون، الأبحاث والدراسات في مجال الفلك، تبادل الأفكار مع علماء الفلك، المحاولات المتكررة لإجراء التجارب المعملية. طبعا استطاع نيوتن التوصل لقانون الجاذبية عن طريق التفكر والتأمل في الكون. وشكرا لكم أعزائي الطلاب والطالبات، إن شاء الله ترم زي الفل وسهل وجميل. ابعتوا لنا كل أسئلتكم، وابعتوا لنا كل اللي انتوا تحبوا تشوفوه على قناتكم، قناة تبسيط المعرفة. وطبعا قناة تبسيط المعرفة هي أساسا لشرح مناهج اللغة العربية، لكن طبعا في موضوعات أخرى ثقافية واجتماعية، وعلى قد ما بنقدر بنحاول نقدم شيء نستشعر إنه كويس ويفيد إن شاء الله. ويا ريت نتمنى ان انتوا تشاركوا فيديوهاتنا وتحكوا لحبايبكم وقرايبكم ولزمايلكم على قناة تبسيط المعرفة. يعني ده شيء يسعدني، وجزاكم الله خيرا.